السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، اخباركم ايه؟ شايفين الجلاش الجميل ده؟ ان شاء الله هنعمل مع بعضينا جلاش بالكنافة باذن الله. هي ما كنتش ناوية بصراحة ان انا احشيه كنافة. انا كنت ناوية اعمله صوابع، يعني كام صباع بس منه كنافة، والباقي كنت هعمله سادة. معايا هنا كوبايتين سكر وكوبايتين مية، وهحط لهم معلقة عسل كلوكوز وارفعهم على النار، لان انا عايزة الشربات بارد. تمام. انا كنت عايزه اعمل صوابع، بس بصراحه فتحت لفه الجلاش لقيتها متبهدله على الاخر. قلت لا، دي مش هينفع فيها غير ان انت تعمليها صينيه وتحط فيها بقى الكنافه وتحشيها، لان هي فيها هوالك كتير. حطيت هنا كده على النار، واول الميه ما تغلي، العسل ما يغلي، انزل عليه بعصره ليمون. هيغلي لمده 7 دقايق وانزلهم من على النار. كده انا معايا سوداني مجروش حبه بسيطه اللي كانت عندي، وحط عليهم معلقه عسل. تمام. هبدا بقى ان انا احط الزبده في الصينيه. انا بصراحه كنت ناوي اعملها ساده، بس بقى لما لقيت ان لفه الجلاش يعني متدمره، قلت لا، يعني هرميها بقى دي في الصينيه. اي حاجه لما بتعمل صينيه، اي حاجه بتقدر ان انت تدخليها من جوه. بايظه والله العظيم، والله ما كنت عايزه اعملها. انا بقى هبدا اخد ورقه ورقه بالراحه كده، والورقه المقطعه هخليها في نص الصينيه. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. شايفين؟ بحطها حته حته. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. النهارده الجمعه، اكثروا من الصلاه على النبي بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. تبدأ بقى بالزبدة كده، يعني كل ورقتين 3 تدهني زبدة، مش كل ورق. بس والله يا جماعة كان طعمها جميل فعلا. الواحد ما كانش عايز يعملها، بس كانت حلوة. وهي بدل ما خسارة، حرام ان احنا نرمي حاجة. شايفين عاملة ازاي؟ قطعة قطعة، يعني مش قطعة قطعة كمان، ده متهربد. انا اصلا مش عارفة امسكها. كده انا الورق المقطع كله دخلته اهوت في قلب الصينية. تمام. شايفين؟ وهبدأ بقى ارص زبدة. انا من عشاق الجلاش يا جماعة، بس مش بالكنافة بصراحة، بس هي كانت حلوة برضه. بنتي اول ما دخلت، مش انا قلت لك ما تحطيش فيها كنافة؟ قلت لها معلش، ما هي بايظة بقت، المرة الجاية اعملها لك من غير اي حاجة. حاولي بس تديها سمنة كتير، لان الحلويات والجلاش بالذات حبيب والسمن. هنا بقى انا هبدأ بقى ان انا ارش الكنافة. طبعا انا كنت محمراها كده تحت الشواية شوية. هبدأ اوزع في الصينية كلها. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. هسوي بقى كل الصينية كده، علشان ما يبقاش فيه مكان فيه ومكان لا. معايا هنا السوداني، لو فيها كمان يا جماعه زبيب بقى وجوز الهند، بصراحه يعني لما بتبقى فيها مكسرات كتير بتبقى حلوه. بس ان هي جت بقى انا عملتها فجأة كده، فما كانش عندي بصراحه. اهو ادخل النص الطرف ده والطرف ده. احاول ان انا اسوي بس الجنب ده زي الجنب ده.
شايفين مفيش فيها ورقة سليم. هبدأ اوزع الزبدة وهدخلها الفرن بقى على درجة حرارة عالية، خليها في الرف الوسطاني. لو احتاجت شوايه ولا عليها، ما احتاجتش خلاص. وطبعا انا معايا الشربات بارد وهي بتبقى طالعه من الفرن سخن. انما لو ده سخن وده سخن بتتعجن. تمام. فلازم الشربات معايا يبقى بارد. الا اذا بقى انت بتحبيها طريه فممكن بقى تخليها الشربات سخن. بس هو حلاوه الجلاش كده وهو بيقرمش. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. كده خلاص. انا بقى هبدأ اقطعها قبل ما ارش الزبدة على الطبقة الاخيرة. شايفين؟ قطعيها بقى زي ما تحبي، مثلثات، مربعات، زي ما انت حابه. اتمنى يا رب ان فيديو النهارده يكون عجبكم. متنسونيش باللايك والشير، واللي ما اشتركش في القناه يشترك فضلا منكم وليس امرا. وكده خلاص كنت قطعتها كلها. هبدأ بقى ارش السمنه عليها وادخلها الفرن. شايفين؟ ماشي يا مراء، بس معلش. يا سلام بقى الزبده لو مخلطه بين بلدي، يعني الجلاش لما فعلا بيبقى فيه سمنه بلدي بيبقى طعمها حلو قوي. وطبعا لو مش متوفر يبقى اي زبده تانية. كده انا وزعت السمنه على الجلاش كله اهوتي. تمام. هدخلها بقى الفرن. وهنا خلاص كانت طلعت معايا. شايفين شكلها عامل ازاي؟ هبدأ بقى بالشربات اسقيها. لو حابه تسقيها بالشربات كله تمام، حسب ما انت بقى حابه. احنا بنحبهاش مسكره قوي، فانا كميه الشربات اللي معايا مش هسقيها بقى كلها، يعني اعتبر بالنص. شايفين؟ ما شاء الله جميل. نقطع بقى. بصوا شايفين الجلاش عامل ازاي؟ يعني الواحد كان متضايق منها في الاول، بس بصراحه طعمها حلو. مفيش حاجه بتترمي. شايفين عامله ازاي يا جماعه؟ روعه. اتمنى يا رب ان هي تعجبكم. متنسونوش باللايك والشير. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.